السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نكسب صلاة النبي. جايين لكم في فيديو جديد ويا رب يعجبكم. مدفونة الفول أو الرز بالفول أبو طماطم. احنا في دمياط بنعمل الأكلة دي. هي أكلة المستعجلين أو أكلة الغلابة أو أكلة اقتصادية، بس حلوة قوي، وأكلة برضو شتوية زي مدفونة البطاطس، بس مش مشكلة يعني لما تتعمل في الصيف. عندنا ايه بقى المقادير يا حبايبي؟ عندنا رز مغسول. دول 4 يعني ايه، انا ما اقدرش ادوكم المقدار، بس هو ده رز مغسول. يعني لو وده فول. الفول ده انا مش نقعاه، انا غسلاه بس عشان مستعجله. فالوقت هقول لكم نعمل ايه بدل النقع لو مستعجلين. ده ربع كيلو فول مدشوش كده من بتاع البصاره، من بتاع البصاره والطعميه. ده ربع كيلو فول مدشوش مغسول. وده كوبايتين رز من كوبايه الشاي. الربع كيلو بياخد كوبايتين رز. وعصير طماطم مصفيين القشر بتاعته بتاعتها، عشان القشر ده بتاع القولون، فانا ما بحطش، لازم اصفيها. وعليها نطرة سكر. ومعلقه صلصه كده لو احتجتها. وتوم وهريسه شطه. وبصله مفرومه عليها ملح وفلفل. وتوابلنا ملح وفلفل وكمون. هنروح بقى دلوقتي الفول حبايبي، انا مستعجله. فهم اخده كده، حط عليه ميه وهغليه غلوه واكبه ميته. هحط على حبه ميه كده. ده بدل النقعه الخطوه دي. لو انتم مستعجلين ومش قادرين تنقعوا عشان بيبقى فيه غازات، البقوليات لازم تتنقع. فانا الصراحه مستعجله. فهعمل ايه؟ اولع عليه النار كده. اهي على نار عاليه عادي. ولعنا عليه النار، هياخد غلوه ونكبه ميته. عايزين تنقعوه انقعوه، بس مش مستاهل النقع، لان ايه، الفوليه بتتهرى بسرعه وانا عايزاها باينه في الرز. الحله بقى على النار فيها الزيت، انا مكتره الزيت سنه عشان ايه الرز ياخد لمعه كده ويبقى حلو. هننزل عليه بقى بالبصله المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. ندبلها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. بالله عليكم يا حبايبي لو عجبكم الفيديو، اللي بيشوفني من داخل مصر ومن خارج مصر ما ينساش يشترك في القناة، هيشرفني. ويشترك في القناة ويفعل الجرس بكلمة الكل عشان يوصل له كل اشعاراتي. ويحط لي لايك حلو، لايك جميل، وتعليق حلو كده مسكر زي فنزات حنونة. البصلة هتدبل وهجيلكم. البصلة اصفرت يا حبايبي. هنزل عليها بقى ايه، بفص الثوم وهرسة الشطة. نديها بقى تقليبه كده لحد ما ريحتها تطلع، وننزل بعصير الطماطم اللي عليه ايه رشه سكر زي ما ايه اتعلمنا مع بعض. عشان بتعدل حموضه الطماطم. والفول اهو يا حبايبي هيقلب بس ياخد غلوه. شوفوا الريم اللي عليه والحاجات دي، ده بدل النقع. اي بقوليات اعملوا فيها كده لو مستعجلين، كل الغازات اللي فيها هتخرج. هيغلي غلوه واحده واطفي عليه، واقوم ايه غسلاه في المصفى تحت الحنفيه. يا حبايبي البصله بقى لونها دهب اهي. هننزل بحبه صلصه كده معلبه. انا بحب انزل بالصلصه عشان ايه اقلبها كده في البصله، المواد الحافظه اللي فيها تتطاير وتبقى ايه حلوه معانا. وننزل بقى بايه يا حبايب قلب حنونه بعصير الطماطم. هنحط بقى التوابل، ملح وفلفل ونطرة كمون. عشان ايه نطرة الكمون؟ عشان ده بقوليات، ده فول. الصلصة هي يا حبايبي بعد ما حطينا لها الملح والفلفل والكمون هتغلي بقى معانا.
انا بأسف على الصوت ده يا حبايبي، بس دي الغسالة شغالة يعني. فهتغلي معانا، هننزل عليها بقى ايه بالفول، هنغطي عليها بقى لحد ما تغلي. الفول اهو حبايبي، شوفوا شكله اهو. كل الغازات اللي، شوفوا الريم اللي فيه، كل الغازات اللي فيه هتخرج. والله دي فكرة جميلة بدل النقع. هيغلي بقى غلوة واحدة واحطه في مصفى واغسله اهو. هطفى عليه بقى، غلي اهو غلوة واحدة، هطفى عليه ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي فاتحين المية اهي على المصفى، ننزل بقى بالفول كده اهو. عشان بس ما يتكبش، شوفوا نغسله بقى كده. دلوقتي يا حبايبي الفول اهوت غسلته تحت المصفى، بقى زي الفل وجميل كده ومفيهوش اي غازات ولا اي حاجات من اللي شفتوها. لازم بعد ما يغلي الغلوه نغسله كده في مصفى ونسيبه يتصفى. دلوقتي الطماطم غلت اهي، ننزل عليها بايه بقى يا حبايبي؟ بالفول. زي ما قلت لكم ربع كيلو الفول بياخد كوبايتين رز مصري من اللي هو بتاعه الشاي، ونقلبه بقى بالمعلقه كده. والله العظيم الرز وفول بطماطم ده هيعجبكم قوي. على فكره احنا بنعمله بطريقه تانية في دمياط بالبصله المرتة اللي بنحشبها البط والحمام، بيبقى جميل. هبقى اعملها لكم في مره. اكلات حلوه ومش مكلفه، تنفع لكل اللي عندهم عيال، واللحمه غاليه والفراخ غاليه. فهيغلي بقى الفول واجي اقول لكم على التكه اللي هنعملها. نغطي عليه بقى واما يغلي اجيلكم. دلوقتي يا حبايبي الفول غلي اهوت مع الصلصه، بننزل بفص توم ني كده، بيودي الاكل بقى في حته تانية. هو شبيه لمدفونه البطاطس، بس والله احلى كمان من البطاطس كده اهو. الفول ده بتاع البصاره والطعميه للي ما يعرفوش يعني. كده هيغلي بقى الفول بقى، ما بياخدش، بياخد سوى الرز يعني. لما هيغلي الوقت غلوه كمان كده هننزل عليه بقى ايه؟ بالرز المغسول. غلي اهو حبايبي، هننزل بقى بالرز، كوبايتين الرز اللي احنا غاسلينهم، وهنقلبه بقى لحد ايه ما يشرب الصلصه بتاعته اللي بالمرتة. برضو يا حبايبي جميل الرز والفول ده بالمرتة، جميل قوي 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 اهو حبايبي. هيشرب بقى ميته، هنغطي عليه يشرب ميته، واما ميته دي تتشرب الصلصه يعني هنيجي مع بعض واحنا بنحطلوش، بنغطي عليه ونشوفه بقى. دلوقتي يا حبايبي الدمعه اللي عليه الشربة اهيت، وهدينا النار بقى شمعه. نهدي النار شمعه ونحط له الشياطه، وده بقى شكله، ونسيبه بقى يستوي كده وياخد ود مع بعضه. شوفوا حبايبي الفوله، معلش اصل النور قطع عندي وكده فالاضاءه مش حلوه. شوفوا بقى الفوله فولتها ازاي وكتير في الرز. الربع كيلو فول على كوبايتين الرز بيبقى حلو، بيبقى باين في الرزايه وحلو. فما يخلص بقى حبايبي، اما يستوي بقى براحته كده على نار سهاريه، نوريهولكم في الشكل النهائي. بصوا بقى يا حلوين يا مقطقطين، ده الرز اللي بالفول، اللي هو رز فول بطماطم، اللي عشان عاملينه بعصير الطماطم. الرزايه مفلفله ومستويه اهي يا حبايبي، والفوله اهي، الفوله مستويه خالص اهي يا حبايبي. وبيتاكل معاه بقى الراعي الرسمي البتنجان المخلل اللي بالتفته. انا عامله لكم البتنجان في فيديو تاني، هبقى انزله لكم ان شاء الله قبل طريقه الرز الفول، عشان لو عايزين تعملوها تعملوه البرنجان يعني معاه. ما يحلاش بقى الا مع البتنجان المخلل ده زي بتاع المحلات. ودي طريقته حبايبي. والمره الجايه هعمله لكم بالمرتة، بيبقى جميل برضو. وارجو منكم حبايبي لو بتشاهدوا الفيديو من داخل مصر او من خارج مصر، ما تنسوش تضغطوا تشتركوا في القناه، يشرفني.
تفعلوا الجرس بكلمة الكل وتضغطوا لايك وكومنت حلو كده من حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.